شوف يا كرم التليفون بيرن. اسمه مين؟ من غير اسم. من غير اسم؟ الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. معايا الاستاذ بيومي حضرتك؟ نعم معاك بيومي يا فندم. تمام يا فندم، انت كسبت حضرتك جايزه كبيره قوي معانا. لا بجد والله؟ ان شاء الله زي ما بكلمك. يا ده كرم يا رب، ده معقول انك كسبت جايزه كبيره. يا رب يا رب يا رب حبك النبي يا رب حبك النبي. ايوه يا فندم معاك يا فندم. حضرتك فنحن طالبين من حضرتك تملي لنا رقم الفيزا بتاعتك اللي هو الرقم الكبير اللي من تحت. لا بجد يا فندم؟ حضرتك ان شاء الله. حافظ الرقم الكبير، حافظه هو الوحيد. يا رب. انا ما اعرفش اقرا ولا اكتب لكن حافظ الرقم. شفت رقم البطاقه يا فندم؟ لا رقم الفيزا حضرتك. الفيزا ها؟ اه ماشي يا باشا، خدها عندك يا فندم. تمام اتفضل. خد بس جايزه كبيره يا فندم بالله عليك. ان شاء الله. ماشي خد يا فندم. تمام. 3 ستات 3 ستات 5 خمسات. لا ده رقم ده بيوم. شقرها لك ده، شوفها لك. اما اقول لك رصيدك صفر. رصيد صفر؟ صفر. بتاع في البنك. اما اقول لك صفر. يا وقعت نطين القراط اللي حيلتي وحطيت فلوساته في البنك عشان المهم السرق. ضحكوا عليك. متاكد انت ايه؟ متاكد 100%. قريت صح؟ ايوه معاك انا. يبقى الراجل اللي اتصل علينا وقال انت كسبت سحب الرصيد. ضحك عليك يا بي وقعت الطين. ما قلت لك انا عم يا وقعت الطين يا ابوي. ما قلت لك انا. يا بوي يا ابو ده انا لميت حقه بالعافيه يا ناس. ما قلت لك عم لميت حقه بالعافيه. ما قلت لك الله يخرب بيتك وبيت بيومي معاه. يخرب بيتك وبيت بيومي. ما قلت ما لك قلت لك يا عم بيومي. وقعت الطين. انا اللي ضحك. فرحان وما تضحك فيا وشي ما تضحك. عامل لك سرقوا أنا. فلوسات عمك يا بيي. مش يا بي الفضيحه اللي احنا فيها يا ناس. مش قلت لك انا. اقول لك والراجل النهارده مستني نكتبوا العقد. نقولوا له ايه؟ نقولوا له فلوس الطرف. القراط ضاع مني. تعب لي الرسائل والكلام الفاضي دي. ما قعد ما تضحك ليه؟ ما تضحك ليه في المرار اللي انا فيه؟ ما كلام فاضي ده كله. يعني الراجل اتصل علينا على قناة من الصبح. كلام فاضي. نصاب يا مرار يا ابوي. يا فاضي. مرار. دي قصة من الحقيقي. في ناس تتصل عليك وتقول لك كسبت معانا جايزي، وفي النهاية لا في جايزي ولا في حاجة. يسحب منك الرقم وياخد الرقم السري ويسحب الفلوسات بتاعتك بطريقة احترافية. ازاي؟ ما نعرفوها شيء. فخلي بالكم احذروا، وخاصة للناس اللي مش بتعرف تقرا ولا تكتب. بتملي لهم الارقام، تكون كاتبه الرقم لحساب في ورقه، وتكون كاتبه الرقم السري في ورقه، ويتصل عليهم ويسحبوا الرصيد. يمليهم الرقم دي. الناس اللي مش هتعرف تقرا ولا تكتب اكيد هتبقى فرحاني. فاحذروا من النقطه دي وخلي بالكم. احنا حابين ندي جزئيه من الحقيقه اللي بتحصل. في ناس نصابه بتسرق فلوس الناس اللي هي مش يعني بتتصل هو برقم عشوائي. بيتصل برقم عشوائي زي ما يطلع معاه. ممكن يطلع في حظه رقم واحد مش بيعرف يقرا ولا يكتب. فاحذروا من النقطه دي. وبيلعبوا على النقطه دي. يسحب الرقم ازاي؟ الله اعلم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت تعملوا متابعه لبيومي الصعيدي وتدعموا صفحتني بالله عليكم. نفسنا صفحتني فيديو واحد يطلع معانا الترند. احنا عندنا طموح وعندنا امل بالمجموعه المحترمه اللي يمثلها بيومي وبيمثلها احمد وبيمثلها الشباب الحلو اللي بيكون موجود معاني. نفسنا نطلع ترند ونفس صفحتني تطلع ترند. يا ريت دعمكم ليني وتعملوا لنا متابعي وشير ومشاركه للفيديو ولايكات وتعليقات. وتحياتي لكم بيومي الصعيدي.